مين فينا ما بيحبش القراقيش؟ دي طريقة عمل القراقيش من أسهل ما يكون. يا سلام عليها بقى جنب كوباية شاي على الفطار، جميلة جدا جدا. أو بعد الغدا كده ساعة العصاري جنب كوباية الشاي برضو لذيذة جدا جدا. مش بتحتاج وقت ولا مجهود، وشايفين هشة ازاي، وجميلة جدا جدا برضو، مستوية خالص من فوق ومن تحت. كل ده هنعرفه من خلال الفيديو، هنعرف طريقة العجن المثالية، وهنعرف طريقة التسوية المظبوطة اللي تطلع لنا القراقيش بالشكل الحلو ده. بس لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك. أنا اسمي أميرة، ودي قناتي صنع في المطبخ. ويلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ على طول. هنجيب سلطانية حلوة كده ونحط فيها معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. ودايما أنا بحب أختبر الخميرة قبل ما أشتغل بيها علشان أعرف إذا كانت فعالة ولا لأ، علشان ما تبوظليش العجينة. هنحط كمان معلقتين من السكر العادي، وهننزل عليها بشوية مية دافية صغيرين قوي قوي. بس كده هنقلب كويس قوي، وهنسيبها بقى لمدة 5 دقايق علشان نتأكد ان الخميرة متفاعلة معايا. لو انتي متأكدة من الخميرة بتاعتك كويسة تقدري تحطيها على الدقيق على طول، لكن انا بفضل الطريقة دي، يعني زيادة توكيد. هنجيب بقى كيلو من الدقيق وهننخله كويس قوي. انا هنا هشتغل مكونات كيلو من الدقيق. لو عايزة تعملي كمية اكبر من القراقيش ضعف المقادير. نخل الدقيق ده حاجة مهمة جدا جدا، سواء هتعملي قراقيش، سواء هتعملي كيك، سواء هتعملي بسكوت، اي حاجة هتعمليها بالدقيق انخليه الاول. هننزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا بحاول اشتغل بالمعالق العادية بتاعة الاكل علشان ما يبقاش عائق قدامك ان ما عندكيش المعلقة المعيارية او الميزان. هننزل كمان بمعلقة صغيرة من الملح، وهنقلب بالشكل ده. عندنا بقى هنا إضافة مهمة جدا هتدي ريحة حلوة جدا للقراقيش بتاعتك، وهي معلقة صغيرة من الشمر ومعلقة صغيرة من اليانسون. أنا طبعا عندي الحاجات دي بتبقى حصى زي ما هي، ولكن أنا هروح أطحنها في المطحنة وارجع تاني. أهو طحنتها لأني بصراحة ما بحبش أشتري أي بهارات أو أي حاجات من بره بتكون مطحونة. هناخد بقى معلقة صغيرة، يبقى الكيلو عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الشمر واليانسون المطحون. تقدري تحطيهم زي ما هما كده صحاح، لكن علشان ما يقرشوش تحت اسنانك كده فكده بيدوا طعم احلى. عندنا كمان معلقة كبيرة من السمسم المحمص. انا هنا شغالة باقل مقادير ممكنة، يعني ممكن تحطي معلقتين سمسم متحمص، ممكن تحطي 3 معالق، كله حسب رغبتك، بس انا هنا شغالة باقل مقادير ممكنة. نيجي بقى هنا لأهم حاجة هنستخدمها، وهي المادة الدهنية. هنستخدم هنا نص كوباية من السمن البلدي. سيحتها كده، دفتها بس مجرد ما تسيح على النار حطيتها في الكوباية، وهنزل عليها بنص كوباية من الزيت النباتي. يا ريت يكون زيت عباد شمس أو زيت ذرة، يعني زيت ملوش ريحة. دي أقل كمية دهون تقدري تعملي بيها القراقيش، وهتظبط معاكي وتطلع معاكي ممتازة. طيب لو عايزة تحطي كوباية ونص حطي كوباية ونص من خليط من الزيت والسمنة. عايزة احط كوبايتين مفيش مشكلة، برضو هتقبل معاكي الكوبايتين. تحطي كوباية زيت وكوباية سمنة برضو هتقبل معاكي، لكن ما ينفعش نستغنى عن الزيت علشان هو اللي بيدي القرمشة الحلوة. تمام. فأنا هنا استخدمت كوباية بس، وهو خليط من الزيت والسمنة البلدي، علشان ده أقل تكلفة، يعني وفرنا الكوباية التانية نقدر نعمل بيها كيلو تاني من القراقيش. بصوابعك كده وأطراف صوابعك، وابدأي قلبي الزيت والسمنة مع الدقيق. طب ايه الحكمة من اضافة الزيت والسمنة الاول؟ ما سألتيش نفسك ليه بنضيف الزيت والسمنة الاول على الدقيق وبعدين نحط المية؟ الله، طب ما هم كلهم في الاخر هيبقوا زي بعض. ليه ما نحطش الزيت والسمنة اللي احنا حطيناهم دول مع المية ونعجن مرة واحدة؟
هقولك، احنا دلوقتي بنحط الزيت والسمنة في الأول علشان نغلف كل ذرات الدقيق اللي عندنا، وكل حبيبات الدقيق تتغلف كويس قوي بالزيت والسمنة. ليه؟ علشان ما تشربش مية كتير، لأنها لو شربت مية كتير هتتعجن منك، وهتبقى عجينة بتمط، وهتخلي الجلوتين اللي فيها يتحرر، وبالتالي مش هتديكي القرمشة اللي انت عايزاها، وهتعضم معاكي وهتبقى صعبة جدا جدا، ممكن تقلب منك عيش عادي يعني. هنبس بقى كويس قوي بين ايدينا كده الخليط لحد لما يوصل زي يبقى الرمل، زي قوام الرملة المبلولة بتاعت البحر كده. عارفين لما بنروح البحر ونقعد نعمل كده نلعب بالرملة؟ شايفين؟ هو ده القوام المثالي، وبكوباية زيت على سمنة واحدة بس بديل من كوبايتين. كده الخميرة تفاعلت معانا، هنبتدي ننزل بيها. وكمان هنحط هنا كوباية من اللبن الرايب. انا هنزل باول نص كوباية وهنشوف هي خدت معانا قد ايه. هننزل باللبن الرايب شوية شوية علشان ما نحطش اللبن الرايب كله مرة واحدة ونبص نلاقيها فرطت مننا ومش عارفين نلمها، ونبص نلاقيها محتاجة دقيق تاني وتبقى صعبة قوي. فأنا هنا جبت أول كوباية من اللبن الرايب، هبتدي أخد نصها وابتدي ألم بإيدي كده. شايفين أنا بعمل إزاي؟ بضغط كأني بعصر طماطم بالظبط. يعني ما بعجنش، ما بديش العجينه بالبوكس. اوعي تديها بالبوكس، والله هتزعل منك قوي لو عطيتيها بالبوكس، وهتقولك والله ما انا عامله لك القراقيش اللي انت عايزاها. تمام؟ فبايديكي كده بطراطيف صوابعك ابدأي بقى اعجني في العجينه بتاعتك كده، اضغطي عليها، بتلمي العجينه، بتلمي عن طريق الضغط. وهو ده المهم اللي احنا بنعمله، ده هو ده اهم حاجه. كده خلصنا أول كوباية من اللبن الرايب بتاعنا، وهنبتدي نستخدم الكوباية التانية. أنا مش هجري الفيديو علشان تلاحظي تحول العجينة واحدة واحدة قدامك. هننزل بقى بنص كوباية التاني واحدة واحدة كده، مرناش حاجة. شايفين هنبتدي نلم ازاي؟ على فكرة لو انت بقى خايبة في العجين وما بتعرفيش تعجني، فالقراقيش هتطلع معاكي ممتازة، لأن القراقيش مش بتحب عجن ولا لت ولا عجن. يعني ما شاء الله عليها حلوة وخفيفة، تخلص معاكي في 10 دقايق بس. شايفين باخد من فوق وبايدي كده بعصر كأني بعصر طماطم. شايفين ابتدت تلم معايا ازاي؟ ولسه برضو محتاجة لبن رايب. ابتدت تتماسك وابتدى يبقى قوامها هو المطلوب. انا كده دخلت في الكوباية التانية من اللبن الرايب، ابتديت اخد منه جزء جزء برضو واحدة واحدة. اللبن الرايب ده بقى يعني انا مش شاريه مخصوص، ده لبن كنت جبته وغليته، بصيت لقيته قطع مني، فعلشان كده قلت استغله واعمل بيه القراقيش. هل نقدر نستغنى عن اللبن الرايب ونعمل القراقيش بالميه؟ اه طبعا، هتستخدمي برضو الميه وتنزلي بيها برضو واحده واحده كده. هتنزلي بالكوبايه الاولانيه نص 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 في نص، وبعدين تنزلي برضو بالكوبايه التانية واحده واحده كده على دفعات، علشان تعرفي تظبطي مقدارك، لان اللبن الرايب بيفرق عن الميه. كده خلصنا الكوباية التانية، يبقى خدت مني كوبايتين من اللبن الرايب. تمام؟ يبقى كيلو الدقيق بياخد معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين من السكر، معلقة صغيرة من الشمر واليانسون المطحون أو الصحيح، معلقة كبيرة من السمسم، وكوبايتين من اللبن الرايب. أو طبعا تقدري تستبدلي اللبن الرايب بالمية. شايفين العجينة بتلم بطريقة جميلة جدا جدا. احنا برضو ما بنعجنش، احنا بنلم العجينة. شايفين العجينة خشنة، وهو ده اللي احنا عايزينه. بصوا في خشونة في العجينة ازاي، العجينة مش ناعمة مش ملسة، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي هيديني الطبقات اللي من جوه القراقيش الجميلة دي، وهيخليها هشة وطرية. هنسيبها بس لمدة ربع ساعة كده ترتاح، يعني على بال ما تحضري الصينية وتروحي تشغلي الفرن بتاعتك عشان تسخن، وهنرجع نشتغل فيها تاني. بعد مرور بقى ربع ساعة حضرت حاجتي
ومش هنحتاج اي حاجة خالص غير اي سكينة نقطع بيها. تمام. اهي شايفين ارتفعت وبقت جميلة بعد ربع ساعة. قوام جميل جدا جدا، مش بتلزق في الايد خالص، وفي نفس الوقت هي عجينة خشنة. شايفين هي عاملة ازاي؟ تحس انها ايه ده، دي مش معجونة كويس. لا ده كده ممتازة، عجينة ممتازة جدا جدا انك تعملي بيها القراقيش. ولو اول مرة هتعملي بيها القراقيش هتطلع معاكي ممتازة جدا جدا. ما تكسليش، قومي هاتي كيلو دقيق بقى واعملي القراقيش دي. يلا ده احنا داخلين على العيد. هناخد بقى جزء جزء من القراقيش اللي عندنا بالشكل ده، ونبتدي بقى ايه بين ايدينا كده، نبتدي نشغلها بين ايدينا بالشكل ده. لو في اي حتت كده ما بتبقى مفتحة كده، قفليها بايديكي زي كده، علشان بس ما تطلعش مشققة لما تقطعيها. تمام. هنقفل كده العجينة وهنبتدي نفردها بايدينا نكورها بايدينا بالشكل ده، او نمطها، يعني نمط العجينة بايدينا كده بالشكل ده، هتلاقيها تتفرد معاكي بكل سهولة. برضو اي حتة تلاقيها فيها شروخ كده او شقوق، ابدأي ايه قفليها بايديكي. تمام. هنبتدي بقى نبطط بايدينا، ولا محتاجين نشابة ولا حاجة. لو عندك كمية كبيرة، يعني مثلا لو عاملة 3 كيلو قراقيش 4 كيلو قراقيش، استخدمي النشابة علشان ايه تخلصي قوام. لكن الموضوع مش محتاج خالص. انا عن نفسي كأميرة بحب القراقيش تخينة شوية، لكن انت بالنسبة لك تقدري رفعيها، لو بتحبيها رفيعة رفعي العجينة عن كده شوية. ليه؟ لان هي لسه هتخش الفرن وتستوي وتعلى جوه الفرن بفعل الخميرة والبيكنج باودر. تمام. انما بقى لو بتحبيها زي حالاتي كده تكون عالية كده وجميلة، فخلي العجينة تخينة شوية. تمام. هنجيب بقى اي قطاعة عندنا، ان شاء الله حتى السكينة العادية، بس دي بقى قطعة البطاطس او قطعة اللي بنعمل بيها المخللات دي، عارفينها، قلنا نستفيد بالشرشرة اللي فيها الحلوة دي. وبعدين هنقطع العجينة بتاعتنا صوابع بالشكل ده. بتقطع بكل سهولة، وكمان العجينة مستريحة هتتقطع معاكي بكل سهولة. بس الزيادات اللي من على الطرف دي هناخدها نرجعها العجينة تاني ونشتغل بيها تاني. وهنرص بقى القراقيش الحلوة دي بتاعتنا في صينية. تعالوا بقى اكلمكم عن التسوية، عشان دي حاجة مهمة جدا جدا. نجاح القراقيش اول حاجة في العجن البسيط اللي احنا قلنا عليه. ثانيا التسوية. طب هنسوي ازاي؟ هنسوي على درجة حرارة 170 او اقل من درجة حرارة تسوية الكيك بشوية. يعني انتي فرنك شوفيها بتسوي الكيك على درجة حرارة كام، وقللي عنها كمان شوية، علشان تتحمص كويس وتستوي كويس وتاخد لون موحد كويس في الفرن. ودي اهم حاجة. ما بندهنش الصينية اي مادة دهنية، هي فيها الزيت والسمنة بتاعتها مية مية مظبوطة كويس قوي. يبقى الصينية ما بندهنهاش اي حاجة. شايفين الموضوع بيبقى سهل. انا هنا بس لقيتها طويلة شوية، فقلت يعني اقطعها كده ونبتدي ايه نفرد ونقطع، الاتنين هيتقطعوا في نفس الوقت. وبما ان العجينة انا سبتها ترتاح ربع ساعة، فبتتبطط معايا قوام وما بترجعش تلم تاني. بس كده. هنبتدي بقى بالسكينة او باي حاجة عندك، قطاعة سكينة اي حاجة، تبتدي تقطعي عندك بالشكل ده. وهنجيب الصينية ونحط فيها القراقيش بتاعتنا، وبس كده. جميلة جدا وسهلة جدا وغير مكلفة بالمرة. بدل ما هتعمليها بكوبايتين زيت على سمنة، هتعمليها بكوباية واحدة بس زيت على سمنة. وأظن أكتر من كده توفير مفيش. لو عجبك الفيديو ووصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك. اشتركي في القناة علشان يوصلك جديد فيديوهاتي. لسه في حاجات حلوة جاية كتير. شكرا للمشاهدة.